نظيره الأنغولي. لم نكن ننتظر هذه النتيجة المخيبة، خاصة منتخب تراجع رهيب. أنا يمكن أن نقول والله شوف رضوان، انا قبل اللقاء قلت لك باللي اللقاء حيكون صعيب. والله ما كنتش ننتظر انا مثل هذه الصعوبه. اللقاءات كاع راح يكونوا صعاب باسكو هذه الدوره ما كاش منتخب سيفري. كاين المنتخبات الكبرى اللي كنا مرشحينهم باش ينالوا هذه الكاس هذه. على الكذبه تاعهم، كذبه القرن، زعيم الكواليس اللي جابوه لنا راح يصفى على القجع. راهم بداو يبكوا، راهم بداو يخافوا، راهو القجع راهم مرعبهم هكذا. كي وليد صديقي تلقى حسين الفلاح يخرج بفيديو كيما هذا، تعرف باللي الرعب راهو مركب لهم الرعب فوزي القجع. نخليكم تسمعون تدخلوا في التفاصيل، لان هادو هما اللي هلاك الجزائر. المكتب تاع الكاف والعلاقات الطيبه اللي كانت بين الزرتشي وكذا وكانوا يحاربوا فيه، ودوكا جابوا لنا زعيم الانسحابات. اللقاء وهذه التمره ديال الجامعه الملكيه وديال فوزي القجع اللي راها تعطي الاكل ديالها، وان شاء الله باذن الله غادي نفصلوا فيها. اليوم المنتخب المغربي لعب مع المنتخب الانغولي ولعب مع منتخب، يعني المنتخب هو المرشح الثاني ما بين من مورا المنتخب المغربي. المنتخب الانغولي منتخب قوي. اليوم المنتخب المغربي عرف كيفاش يربحوا. المهم ما شاء الله الفوز اليوم النهائي ان شاء الله باذن الله باش تكون واحد العرس كروي يعطيو صوره. وهذه هي هذا كما نقولوا هذا العام ان شاء الله باذن الله العام ديال المغرب. علاش؟ لانه ان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق. علاش؟ لانه كاين واحد الخدمه كتخدم في هذه السنوات الاخيره كتخدم. اليوم وصلوا باش بنادم يلعب على اللقب، ما بقاش يلعب على هذيك الشيء ديال المرتبه نطلعوا دوزيام تور، ولا خصك تلعب على اللقب. اي كومبيتيسيون غادي يدخل لها المنتخب المغربي، اي منتخب في اي كاتيجوري الا وغادي يلعب على اللقب، لانه الوقت هذا ديال الالقاب، الوقت ديال ما باقيش باش تحضر. لانه الاوديسات شفناهم دخلوا لعبوا نهائي اول وما توفقوش مع السنغال. اليوم ربحوا النهائي هذا اللي فات. اليوم جابوا الكاس افريقيا. اليوم هذا الكاس عاوتاني يدخل الخزينه اول مره باش تكون داخل التاريخ. يعني المنتخب المغربي ديما يفتتح التاريخ باش لهذ الالقاب هذو، وغادي يمشيو يلعبوا في كاس العالم. وان شاء الله نتمناو يزيد يعززهم، عندهم واحد الاكسبيريونس باش كاس العالم تكون عندهم واحد الاخر، ان شاء الله باذن الله يديروا حاجه في كاس العالم. عندنا يعني هذا العام هذا ان شاء الله باذن الله. راك تشوف نهضه بركان مشات للنهائي، مشات للنهائي. وتخيلوا نتوما، تخيلوا من 2019 بركان هذه 5 ديال المرات لعب النهائي. راه ماشي سهله. لعبوا 4 داو وجوج مع الزمالك، وراكم تعرفوا الزمالك كيفاش يلعبوا. نتمناو ان شاء الله المنتخب المغربي انه المنتخب ديال تنزانيا ولا ديال الكاميرون ماشي هما المنتخبات الكبار اللي تعرفوهم. ديال المنتخب الانغولي هذا هو الكبير فيهم، ولا المنتخبات الاخرين عاديين. ان شاء الله باذن الله هذا العام هذا قلنا العام ان شاء الله ديال المغرب. وانا متاكد مليون في المليون نهضر معكم ان شاء الله بارتياح وعارف واش راني نقول. هادو هما اللي هلاك الجزائر. المكتب تاع الكاف والعلاقات الطيبه اللي كانت بين الزرتشي وكذا وكانوا يحاربوا فيه، ودوكا جابوا لنا زعيم الانسحابات اللي كانوا يكذبوا على الشعب الجزائري وصوروه لهم باللي يقول. نبداو نسمعوا حسين واش راهو يقول لنا. يا الحو عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تصرف قام به رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي القجع في نهائي كأس إفريقيا للأمم السيدات الذي جمع بين منتخبين ونيجيريا. شاهدنا تلك اللقطة عند نهاية المقابلة كيفاش مشى رئيس الجامعة الملكية المغربية نائب رئيس الكاف وعضو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كيفاش نزل من المنصة الشرفية ومشى عند الحكمة في وسط الميدان وبخها على الأداء نتاعها في ذيك المقابلة. وزدنا شفنا عند تسليم الميداليات لما صافحاته كان يهضر معاها بواحد الطريقه غير لائقه، مما اضطر رئيس الفيفا باش يهمس في وذنه وينبهه بانه امام عدسات الكاميرا. رئيس الفيفا تركيزه مع توبيخ لقجع للحكمه الناميبيه انسينو، الحكمه المساعده اللي جات بعدها، لقات ماده يدها الانفانتينو مده طويله وهي تنتظر باش يصافحها، ولكن هو كان مركز مع فوزي القجع ونساها، وبالتالي ما صفحتوش المساعده وتنقلت مباشره
صافحة فوزي الأقجع. تصرف غير لائق تماما، للأسف هذا ما يبشرش بالخير لمستقبل، ما يبشرش بالخير. يا زيد كمل لنا. قبل كرة القدم الإفريقية ضربة الجزاء مدتها. كيفاش ما يبشرش بالخير؟ ماما المصادي يبشر بالخير ولا لا؟ زعيم الكواليس سوف يسقع الأقجع وسوف نعيد سيادة الجزائر وكذا. دوك ولا انت ما تبشرش بالخير. زيد اسمع مازال الخير القدام. حكم أنصينو للمنتخب المغربي وبعد ذلك استدعاها الفار وخلاها تتراجع على قرارها الأول. الأمر سهل، حاجة نكونوا ما نعرفوهاش، نمشوا لأهل الاختصاص نسألوهم. تقدر تسأل أي حاكم تقول له هل ضربة الجزاء اللي مددها الحكمة في المنتخب المغربي ثم تراجعت عنها هل هي شرعية أم غير شرعية؟ أنا سألت العديد من الحكام لأن تعرف الحكام نتايا عندك اللي استدعى الحكام. علاش راك خايف؟ نورمالمون تاع اقوى. لا انت بلادك قصامه وشريته وخدمت الماتش تاع الكاميرون ولا لا ولي ماتش اللي كنت تخدمهم نسيت ولا لا ضد الجزائر. ودوكا كي راح بالماضي وراح زاتشي وراحوا كاع وجاو صحابكم ولاو لي زاربيت زبادي. نفكرك بزوج اهداف في وقت بالماضي اللي ماركاهم شايبي باينين باللي ماشي تسلل وما حسبوهملوش. ونفكرك بالهدف اللي ماركاه بتسلل متر وحسبوه لنا ولاو زبادي لي زاربيت. عندك اللي تاع لي زاربيت وهاد لي زاربيت تاع حسين الفلاح. على ما سالتهمش في الكوت ديفوار؟ راح تسالهم في الماتش تاع المغرب وفي الجزائر كي كانوا والو. اسمع وتمتع. كلهم قالوا لي بانها ضرب. منذ أولى مباريات دور المجموعات في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، فجر المنتخب المغربي المحلي مفاجأة مدوية بفوز مستحق ومقنع على منتخب أنغولا ليبعث رسالة قوية لكل المنافسين بأن أسود البطولة قادمون بقوة للقب. الفوز المغربي لم يكن مجرد 3 نقاط فقط، بل كان زلزالاً إعلامياً في الجزائر، حيث خرجت القنوات الجزائرية عن السيطرة، تارة تهاجم التحكيم، وتارة تقلل من قيمة الخصم، وتارة تعيش حالة ارتباك بسبب التقدم المغربي المبكر في البطولة التي تقام على الأراضي الجزائرية. الغريب أن الإعلام الجزائري الذي كان يروج سابقاً لتتويج محتمل للمنتخب الجزائري في هذه النسخة وجد نفسه مجبراً على الحديث عن الأداء القوي للمنتخب المغربي، وهو ما لم يستطع ابتلاعه بسهولة، خصوصاً في ظل التوترات الكروية المتزايدة بين البلدين. ورغم أن البطولة لا تزال في بدايتها، إلا أن الإعلام الجزائري اعتبر أن فوز المغرب هو إنذار مبكر، بل وصفعة كروية غير متوقعة، مما أدخلهم في حالة شك من قدرة منتخبهم على التقدم بثبات في البطولة في حال تقاطع طريقه مع أسود الأطلس المحليين. المغرب مرة أخرى يربك حسابات الجزائر حتى قبل أن تشتعل المنافسة حقاً.